طلبة الطب الموقوفين أمام النيابة العامة بالرباط وسط حضور 25 محاميا. علمت جريدة هيسبريس الإلكترونية من مصادر جيدة الاطلاع باللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان أنه جرى صباح اليوم الجمعة ابتداء من الساعة 11 تقديم 27 طالبا طبا بكلية الرباط وأطباء داخليين ومقيمين أمام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالرباط في حالة سراح على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي جرى تنظيمها أمس الخميس أمام المستشفى الجامعي بالرباط. ووفق المصادر التي تحدثت لهسبريس من أمام قصر العدالة بالرباط فإن من بين الموقوفين ياسر عاكف وياسر الدرقاوي عضوي اللجنة الوطنية لطلبة الطب والصيدلة طب الأسنان، بالإضافة إلى عضوين آخرين من مكتب طلبة الطب والصيدلة. رفضت المصادر الكشف عن هويتهما لدواعي الخصوصية. وأفادت مصادر الجريدة بأن 25 محاميا ومحامية تطوعوا لمؤازرة الطلبة والأطباء الداخليين والمقيمين خلال مثولهم أمام النيابة العامة، بينهم عزيز رويبح نقيب هيئة المحامين بالرباط. إكس محتوى إعلاني: وأوقف الطلبة والأطباء الداخليون الذين مثلوا أمام وكيل الملك بالرباط إثر فض السلطات الأمنية بالعاصمة الرباط للوقفة التي دعت إليها اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أمام المستشفى الجامعي ابن سينا بالرباط.